محمود حسن تريزيجيه لاعب متعدد الجنسيات لشبكة استخباراتية عالمية هدف السيطرة على العالم. عشان تخلص الاحداث المهمة على كده وقرر اديلك ملخص الشوط الثاني من وجهة نظر اي ورق الا الورق الفويل عشان خاطر الازمة الاقتصادية. الحارس ده طموحه ابعد من الجول بكتير، راح يصد الاعلانات. السلام عليكم وحشتوني. طبعا انت عارف ان الغياب ده مش مني، ده من كرة القدم المصرية. الاهلي ما بيلعبش والزمالك ما بيلعبش، فقررت استفاد من مصر اللي بتدينا من غير مقابل، فقررت اخد بفايدة وما لقيتش غير ماتش مصر وموريتانيا عشان اعمله، فيلا بينا. بدأ ماتش مصر وموريتانيا بان مفيش عيب بين الاخوات، فكل اللي هنعمله فيك ده في سياق الحب السادي. واعتمد حسام حسن على الخطه البديله، وهو انك لو مش هتعرف تعمل بناء اللعب السريع فانزل باللعيبه بسرعه شخصيه. عشان كده الخطه كان فيها 4 وينجات. اما المدير الفني لموريتانيا الشقيقه فاعتمد على انه يخطف نقطه من مصر، ولو كسب يبقى خير وبركه، بس الخطه فشلت وما خدش حاجه خالص. المهم الشوط الاول كان شوط كله صياح وهكس وتهديدات من اللي ما بتتعملش دي، وما كانش فيه حاجه مهمه ولا اهداف. عشان كده قررت اديلك ملخص الشوط الاول من وجهه نظر الحرام بسبب بوظان التكييف وان المراوح بتطلع صوت في الميكروفون. يلا. اكيد السر في القرعه، وانا نفسي احقق حاجه. انتهت الحروب يا حاج. انا بحترم الاجداد، بس مصر بتنهار من ساعه ما شفناك في تصفيات كاس العالم بتاعت روسيا. انت زارعها فين دي؟ ابراهيم زارع واحده ما بتنبتش. ما ترجع بقى، وهو لو لازمك احتراف فهو اسمه الاهلي اس سي اسبين تشيلسي. السنغال تاني، الواحد بقى عنده كرتونه ومهاب اجتماعي وكل الامراض اللي احنا مش فاهمينها دي. كابتن شيكابالا اهو. استوب. ايه يا حاج اللي انت بتعمله ده؟ الدعاء في اتجاه القبله، انت بتعمل احتفال ولا ايه؟ الحارس ده طموحه ابعد من الجول بكتير، راح يصد الاعلانات. هات الون عشان اللعب السريع. قشطه، خد ال 2 3 4 5 6 يا حمدي. لا تيجي كده يا جدعان هو بندي بتاع السنغال، انا شط عليه بيلين ونط عليه كده برضه وخرجنا من افريقيا. الله، محتوى فس فيه براحتي. مرموش لعيب محلي اخره بايرن ميونخ ودورتموند. انا مش زارع، دي دماغي، ودي تدريجه من عند اشرف شمندوره الحلاق. الحمد لله على السلامه. انت عارف دي اللحظه اللي بقول لك فيها اثناء متابعتي للشوط الاول والثاني لفت انتباهي لاعب قضى مسيرته الاحترافيه في الدوريات الخمسه الصغرى، نجم بس ما صبرش على الموهبه تستوي. اللاعب اللي لعب في كل باشا وكل مدينه في تركيا، محمود حسن تريزيجيه، وما لقيتش سبب لكل ده، وده اللي خلانا نلجأ للصحفي الكبير ابو المهازل. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستديره، وعدت لكم باكتشافات جديده هتغير من مسار الكوري في مصر وتركيا ومصنع جيل اير كود. محمود حسن تريزيجيه لاعب متعدد الجنسيات لشبكه استخباراتيه عالميه هدف السيطره على العالم. فلو بصيني على اول نادي لعب له محمود حسن تريزيجيه في تركيا سنجد قاسم باشا محمد علي باشا الذي حكم مصر والذي حارب تركيا. مصر التي اتى منها محمود حسن تريزيجيه. تركيا التي حاربها محمد علي في معركه كونيا والتي وصل بها الى حدود الاسيتانه التي تدعى اسطنبول حاليا. اسطنبول بشاك شهيره التي لعب لها محمود حسن تريزيجيه. المستقرين يكفيكوا شر العثمانيين. طب خد الهبده القاريه. انتقل محمود حسن تريزيجيه لنادي الريان القطري. قطر التي تمتلك شبكه القنوات الاعلاميه اللي هي الجزيره. فيلم الجزيره الجزء الثاني الذي نزل في عام 2014 اي انه قبل انتقاله من الاهلي عامين يعني سنين ناقص 30، وهو عمر محمود حسن تريزيجيه الان سنجد 28 وهو عمر قناه الجزيره الان. الكنز في الرحله والجبنه في العلبه، وابو تريكه احسن لعيب في العالم. طب خد النهايه المحبوكه. يلعب حاليا محمود حسن تريزيجيه في نادي الريان القطري تامي. الريان هي قاعده عسكريه تركيه في قطر. تركيا هي التي قعدت انهبي وانكت فيها طوال الحلقه. اهري وانكت ملهاش اثبات تاني، خلاص ده هبد. وبشبك الخيوط إذن محمود حسن تريزيجيه لاعب متعدد الجنسيات في شبكة استخباراتية عالمية هدف السيطرة على العالم. بشكر الكابتن الكبير اللامع مهند على الاستضافة الجميلة دي، وبوعدكم بالظهور في حلقات جديدة من برنامجكم اسرار وخبايا المستدير. سلام. الحمد لله على السلامه. اجهز عشان احكي لك اللي حصل في الشوط الثاني بسرعه. الشوط الثاني كان شوط التيقن بين الشتيمه ما بتلزقش بس الضرب بيعلم، وده ظهر في الدقيقه 68 بعد كرة عند زيزو يعرضها تخبط في وش السرحان الموريتاني تنزل قدام رجل تريزيجيه اللي هوبا 1-0 لمصر. وبعدها في الدقيقه 78 وش رجل خارجي من مروان عطيه يوصل لمحمد حمدي اللي زقها برجله ودماغه وصدره ويكمل بيها لحد ما يعرضها توصل لمحمد صلاح اللي هوبا 2-0 لمصر. عشان تخلص الاحداث المهمه على كده وقرر اديلك ملخص الشوط الثاني من وجهه نظر اي ورق الا الورق الفويل عشان خاطر الازمه الاقتصاديه. كسبت
اللهم لك الحمد والشكر. لا الو، ايه يا قلب البابا، ما شفتنيش بقالك كتير؟ طب اهو انا اللي لابس تيشيرت ازرق ورافع الفوطه، ما تعتبروني اخوكوا وتشرحوا لي الخطه، ولا انا لازم امشي موس على دماغي يعني؟ قلت لك ما تبينش جنابك والتيشيرت يبقى جوه الشورت، عشان لو جات لك الحصبه دلوقتي مالكش تطعيم، انت فوق السن. يا محمد يا ابراهيم، عايز شاي ورايه جديده غير دي؟ وقفوا اللعبه، انا خطر في بالي سؤال مؤثر، هو مش تريزيجيه ده من فرنسا؟ ايوه يا كابتن عملناها. اتاخر يالا. ايوه يا ابراهيم يا اخويا عملناها. مروان عطيوتش، انتوا عايزين ايه؟ زي تريزيجيه ما تحبكهاش كده. حلو الجول ده، عايزين منه تاني. بس احنا بنعمل كل حاجة مع بعض، ما انت عارف يا حمزاوي. الحمد لله على السلامة، أنا جاي أقول لك شكرا وتسلم على وجودك عشان كملت معايا الفيديو لحد الآخر، وبوصيك إنك تقرا وتسمع كل اللي بيحصل في لبنان وعند إخواتنا جنبنا. بس كده أنا خلصت. سلام.